لو محتاج تخس دهون الفيديو ده ليك. دهونك عبارة عن طاقة جسمك مخزنها عشان بيحبك. جسمك بيخزن الدهون دي علشان يحميك ويستخدمها كطاقة في حالات الطوارئ، ولكن للأسف كتر الدهون دي بتعمل أضرار كلنا عارفينها. وعشان الجسم يخس يا صديقي محتاج يستخدم الدهون دي كمصدر طاقة. طب امتى يستخدمها كمصدر طاقة؟ ببساطة لما مصادر الطاقة التانية تنفذ. جسمك هيضطر غصب عنه انه يروح للدهون ويحولها لطاقة، وبالتالي انت تخس. لو العملية دي استمرت لحد 3 شهور وزنك هينزل جدا وهتحس بفرق وجسمك ملامحه هتبان. وعلشان تفضي مخازن الطاقة لازم تعمل عجز من السعرات ونلعب كارديو، واللي هو عبارة عن اي نشاط بدني يوصلك لنبضات قلب عالية بنسبة معينة بنعرفها من خلال العمر والحالة الصحية وحالة الكاردياك ماسل بتاعتنا. طبعا الموضوع فيه تفاصيل كتيرة فحاولت الخصه لك بشكل ما. كان معاكم زين. لو مهتم بالرياضة لايك فولو.